السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ما ننساش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا بقى. هنشتري شوية حاجات من رمسيس زي ما قلت لكم، هوريها لكم. اول حاجة بالصلاة على النبي كده هبدأ بيها الصوبيا انا جبت الكيلو ب 120 جنيه. وكمان بقى جبت المارشميلو ده برضو من رمسيس، اداني نص كيلو عامل 60 جنيه. انا جبت الشكل ده، بصوا اهو. دي الواحده كده ممكن تبيعها بجنيه، وجبت الشكل ده كمان بتتباع ب3 جنيه. بصوا الحجم ده كده. انا طبعا هعد برضو واقول لكم يعني ممكن يطلع مكسب قد ايه يعني. انا بوريكم اهو الشكل ده الكبير، والتاني ده الصغير. اوريكم برضو بصوا ده ارواح برضو شبه حبات الفاصوليا كده. جبت التمن كيلو عامل 17 ونص. بتاع ده جميل قوي قوي. انا كنت جبته وجربته لقيته حلو، فروحت جايباه تاني. يعني جبت 8 كيلو تاني. حلو، هو شبه حبايه الفاصوليا كده. هتلاقيه في رمسيس برضو هناك كتير. لو انت حابه عايزه بقى تجيبي برضو بالكيلو ولا حاجه مفيش مشكله، وتعملي وتعبيه في اكياس وكده يعني. كمان بقى جبت الملوخيه الناشفه دي، لقيتها جميله هناك برضو في رمسيس. كانت عامله الكيلو 72 جنيه الكيلو. طبعا هي عند البيت هنا بتتباع ب100 جنيه وب120. فانا جبتها من عند هناك من رمسيس ب72. بس جميله بصراحه وحلوه. انا عملتها بصراحه طلعت جميله. عايزه اقول لكم بقى كمان جبت اللهم صل على النبي، النشا من هناك عامله 39 جنيه. طبعا هي عند البيت هنا بتتباع ب40، يعني الفرق مش كتير. بس اللي عجبني في الصوبيا هناك ان هو كان لسه فاتح الشكارة، فالنشا بتبقى اللي هي السايبة دي بالاكتر بتكون كارفة عند العطارين. فعجبتني ان دي كانت لسه الشكارة مفتوحة. فجبت كيلو على نصين انا وامي. وكمان بقى جبت كيس البلالين ده. كيس البلالين ده في العتبة البالونة بقت يعني الكيس مثلا لو فيه 60 بالونة يبقى ب60 جنيه. انتي بتبيعي البالونة ب2 جنيه دلوقتي. طبعا سعر البلالين غلي. كان الاول بجيب الكيس ده 100 بالونة، ممكن كنت بجيبه مثلا عامل 50 جنيه او حاجة. دلوقتي ال60 بالونة ب60 جنيه، ال100 بالونة ب100 جنيه. والبالونة بتتباع ب2 جنيه. انا جبت كيس بصراحة برضو عشان احطه في الدكانة وكده، ولو ايه هبيعه. وكمان بقى جبت البخت ده. بصوا البخت ده جميل برضو. في لعب وكده اكيد انتوا عارفينه يعني. ده برضو حلو، مكسبه حلو. الباكت عامل 15، وفي ناس بتبيعه ب20. فاهمني؟ فده برضو مكسبه حلو. في 24 باكو. جبت اتنين منه. بصوا ادي التاني اهو. جميل بصراحة. ده برضو من ضمن الحاجات اللي جبتها برضو من رمسيس من باب البحر تحت، جميلة. استنى برضو اوريكم بقى جبت ايه تاني. جبت علبة اللبان السمارة دي. طبعا كلنا عارفين ان اللبان السمارة هنا انا بجيبها من عند بتاع الجملة هنا. بيدهاني ب50، وفي ناس بتبيعها 45. انا جبتها من هناك ب40. هو قال لي ب41. انا قلت له ايه هاخدها ب40. بوافق يعني. وكمان جبت السمارة اللي هو السادة ده برضو الباكو عامل 24 جنيه. في مكسب باين 24 حاجة زي كده، او 20 جنيه برضو. فعجبني. بصوا بقى انا حسبت لكم عديت المارشميلو. عجبني بقى في ايه. انا عديته عشان اعرفكم ان مكسبه يعني الكيس بيلم مكسب 35 جنيه. مكسب. الصغير ده بيلم 35 جنيه مكسب. والكبير نفس الكلام يلم برضو 35 جنيه مكسب. فانا شايفه ان مكسبه حلو بصراحه. لو انت ايه حابه تجيبيه كده زي ما انا جبت كده سايب، هيبقى حلو. خلي في علمكم برضو في ارخص يعني. انا كمان يعني عرفت بعد ما انا جبت لقيت ان هناك في حد بيبيع ارخص، فما نفعتش بقى ان انا ارجعه بصراحه. فانتوا خلي بالكم من الكلام ده. كمان بقى جبت السمسم ده برضو. السمسم طبعا غلي. فانا جبت الربع كيلو. كان عامل اللهم صل على النبي 55 جنيه. كمان بقى جبت البطرمان الارواح ده كاكولا. ده فيه 170 قطعة. البطرمان ده عامل 60 جنيه. طبعا انا وريتلكوا في الفيديو اللي قبله ان في سايب. لو انت حابه تجيبيه سايب هاتيه بالكيلو يبقى اوفر برضو معاك على فكره. ده برضو الارواح ده بالقهوه برضو جميل، كلنا برضو عارفينه. ده برضو نفس الكلام عامل 60 جنيه برضو. 170 قطعه. احسبوا بقى انتوا الواحده بنص جنيه بتتباع.
كمان جبت اللبان ده اللي هو بيبقى جواه حنة، رسمة حنة يعني. ده البطرمان عامل 35، حاولت اخده 30 بصراحة، كنت عايزة اجيب 2 بس قال لي مش هينفع تنزل 5 جنيه فجبت واحد. ده برضو جميل، برضو العيال عارفينه بيحبوه، فعشان كده بصراحة جبت واحد برضو منه يعني. كمان جبت بقى الذرة اللي هي الصفرة دي، استنى اوريها لكم. دي كان بصراحة نفسي فيها قوي قوي، فكنت اول مرة في حياتي ان انا اجيبها يعني. طلعت جميلة بصراحة يعني، عجبتني يعني، هي عجبتني. انا حطيتها بس كده على النار يا دوب خدت لون كده وخلاص على كده. جميلة جميلة مسكرة قوي قوي يعني، لو انتي بتحبي الذرة وكده وتكون طرية هاتي منها. ده برضو بن انا جبته من هناك، من شاب سوري في رمسيس، بس البن بتاعه تحفة والله يا جماعة. هو قال لي التمن عامل 75 بس هو اداني ب70. هو انسان بصراحة ذوق كده، وزي ما بقولكوا كده البن بتاعه جميل قوي قوي قوي. كمان جبت بقى بقسماط كده، عدى على الفرن جبت بقسماط، رحت قلت له عايزة تمني ربع كيلو بقسماط، قال لي ب20 جنيه. فبالصلاة على النبي يعني ربع كيلو بقى ب20 جنيه. المرة الجاية انا هجيب كيلو دقيق واعمل صاجين بقسماط ان شاء الله يعني. كمان بقى جبت الخروب ده، بس الخروب ده ما انا جبتوش من رمسيس، انا جبته من هنا لان في رمسيس عامل 200 جنيه الكيلو، انا جبته من هنا ب180. جبته ب180 جنيه الكيلو، ارخص من رمسيس ب20 جنيه. ما انصحكيش تجيبيه من رمسيس بصراحة، لان هو جنب البيت ارخص، هو اقدم بس ارخص، فاهمني؟ مع انه هو حلو ولا مسوس ولا كان فيه اي حاجة يعني، انا جربته وطلع حلو. بصوا بقى كمان دي صوبيا، انا جايباها، بس دي غير عمان. على فكرة عمان هي مش اكتر من اسمي بس، والشركة معروفة. ده والله انا جبت الصوبيا دي ارخص من عمان، وعايزة اقول لكم ريحتها فجة جدا جدا جدا، يمكن عمان مش فجة زيها. انا اصلا عمان كنت جبت منها نص كيلو، وجبت من دي كيلو نصين، اللي هي النوعية دي. بس بصراحة انا مش فاكرة اسمها خالص، بس عايزة اقول لكم جربوا انواع الصوبيا، مش من اول ما تلاقوا صوبيا كده لازم مع عمان تجيبوها يعني. شموا ريحة الحاجة، عجبتكم خير وبركة، ما عجبتكوش خلاص. كمان بقى جبت استفندي. الاستفندي ده كان عامل كيلو ربع ب10. وكمان جبت برضو البرتقان كيلو ونص ب10. جبت 2 كيلو و2 كيلو. بس البرتقان الراجل عبهولي بصراحة ما نقيتهوش، بس حلو يعني، هو حلو وجميل. كده هبقى اوريكم الحاجات كلها اللي انا اشتريتها. طبعا عايزه بقى اقول لكم على حاجه كده، لو انتوا نزلتوا رمسيس اهم حاجه لازم تعملوها وتجربوا الحاجه اللي انتوا هتشتروها يعني. اذا كنت هتشتري بسكويتات او اي حاجه من الحاجات دي جربيها، علشان زي ما قلت لكم في حاجات كانت مركونه عندهم، عشان محدش يجي يقول انت قعدتي تقولي رمسيس حاجتها حلوه وكده، وتنزلوا تحت تبصوا تلاقوا نفسكوا اتضحك عليكم. فخلي بالكم يا جماعه. بس كده اكون انا كده خلصت الفيديو معاكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتشجعوني كده في الكومنتات، اعمل معاكم فيديوهات كتير كتير. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلها سنه سعيده عليكم. ما اشتريناش حاجه تخص رمضان كتير معلش، بس هنعمل ايه، الاسعار غاليه. والحمد لله على كل حال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.